السلام عليكم. هنعمل معاكم فيديو النهاردة للراجل الشقيان الشقيان باليومية، العامل، عامل النظافة، عامل يعني اللي باليومية على قده. الفيديو ده عن كده إن شاء الله، عن بجد الله يعينهم ويقويهم ولهم احترامهم طبعا وربنا يرضيهم يا رب. يا رب. كمان عامل النظافة دي ليه الاحترام والواجب، لأن بنظف المكان وبنظف الحتة، وبيعمل أحسن شوفي، بيعمل أحلى حاجة بيعملها. ما بخليش حتى ورقة في الشارع بيرميه، بيلمها وبرميها وبيكنس. أنا لما أفوت عليهم بقى والله بعمل لهم تحية. لهم احترامهم، والله لهم احترامهم. اه والله عامل النظافة دي ليه. ساعة ما بفوت عليهم هم بلموا بيكنسوا في الشارع كده، في الشوارع، وبنضفوا وبلموا من كل مكان الزبالة والله أنا بعمل لهم تحية عشان تصدق. يعني في ناس بشوفهم بيتعاملوا معاهم بطريقة مش كويسة. طب أيوة. ليه؟ احنا كلنا واحد ودول ربنا يرزقهم أيوة. ويرضيهم. مش احسن ما يعملوا حاجة حرام؟ لا، بيشتغلوا حاجة حلال. الشغل مش عيب. أنا في يوم فايتة بقول لك لقيت واحد بيرمي كيس زبالة زي ما يكون إجا في وش الراجل بتاع اللي بيلم الزبالة. والله إجا في وشه. والله العظيم انا زعلت عشان الراجل قوي قوي، وقلت لمحمد. المفروض نتعامل باحترام عشان هم زينا زيهم. ايوه بالعكس، ده هم اللي منظفين الشوارع وهم اللي منظفين مكانكم. طبعا هم منظفين والله، ما شاء الله عليهم، وناس طيبين وناس غلابه، وربنا يرزقهم يا رب. وهم بجهدوا على رزقهم. الشغل ما هوش عيب، لو حتى بيشتغل في ايه ما هوش عيب. هو بيجري عشان يجيب رزق عياله وعشان يربي عياله. والله وبعمل النظافة دي بيربي عياله أحسن تربية وأحلى عيال. بتبقى ممكن يكون ابنه بيطلع دكتور، أو ممكن سفير، ممكن أي حاجة من ابن عمل النظافة دي. صح، مش زي اللي بياخد مصروفه من بابي ومامي. أيوة. بابا وماما ما بينفعش كمان، يا ريته بينفع اللي أبقى ويا فاسد. ريت والله يعني دولت نشيلهم على الراس. عمل النظافة دي نشيلهم على الراس والله العظيم بجد. احنا يا جماعة الفيديوهات دي يعني عشان تبقى ايه مفيدة، اللي بنعمل حاجة مفيدة. فدي بننزلها مفيدة لكل الناس تعرف قيمة بتاع النظافة، قيمة المرأة العاملة، قيمة الراجل العامل. لكل دي يعني حاجات نستفيد منها. بننزل الفيديوهات ديت اللي نستفيد به. حاجات احنا بنشوفها وبتعدي علينا، ايوه بتعدي علينا. فلازم ان احنا بنفكركم بقى يعني ان ازاي تعاملوا. عامل النظافة دي زي ما هو بني آدم زينا، نعامله زينا زيه بالظبط. احنا هو ابن ناس زينا بالظبط. ما فيش مختلف عننا حاجة. هو راجل وابن ناس وكل حاجة، بس الزمن حط عليه واشتغل الشغلانة دي، وأحلى شغلانة. بس اختار هي كل ام تعيشه بالحلال، مش أيوة زي اللي بياخد من بابي ومامي. صح. وما بقولش لحد الديني، هو بيشتغل بعرق جبينه، بعرق جبينه. انت فت عليه اديتله حاجة يا ربنا فرج برزقه، اديتله حاجة جبرت بخاطره به، احسن يتبسط بها ويدعي لك. كفاية الدعوة اللي يدعاها، كفاية الدعوة ما تديله وتكبره بخاطره بأي حاجة لو 5 جنيه. والله والله العظيم أنا الناس دي بترضى بقليلها جدا، والله الناس دي بترضى بقليلها جدا. يعني أنا بروح مثلا اللي عند مثلا طالعة في الأسانسير، وفي واحد قاعد في الأسانسير قاعد راجل غلبان يعني. والله العظيم لو ما معيش إلا 5 جنيه يا ياسمين أديله ال5 جنيه. يقول لي الله يكبر بخاطرك، كفاية الدعوة دهيتي بس. والله العظيم وانا بزعل لما اكون مفيش معايا الا هي، وبزعل يا ريت معايا اكتر من كده كنت اديت له والله. ايه، الناس دي بترضى بقليلها موت يا اه فطوم والله والله. والله العظيم والله عشان لا. وربنا هيسعدهم والله. الله يرزقهم يا رب، الله يرزقهم ويرزق عامل النظافة. كلنا ولاد ناس
هم برضه ولاد ناس بس الزمن حط عليهم، دي شغلتهم بياكلوا عيش منها، ورزق ولادهم ورزقهم، ربنا يرزقهم يا رب. رزق حلال أحسن ما يكون حاجة حرام. ايوه، احسن ما يروح يشحت ولا يروح يخبط على باب حد ويقول اديني لقمة اكل عيالي. دي بيجري على اكل عيشه وياكل عياله بالحلال. وربنا يكون في عونهم، وربنا يرضيهم ويسعدهم ويرزقهم يا رب. يا رب. ده الفيديو ده كان على عمل النظافة، لان انا شفت عمل النظافة بقول لك، وانا ماشية لقيت واحد بيخبط وبالكيس، الكيس اجى في وشه، قلت والله لازم اعمل عليه فيديو. هو ده. لا حرام. ايوه. لازم هم زينا زيهم، فلازم نتعامل معاهم، مش نتعالى عليهم، لا ايوه، بالعكس. هو بني ادم مش زينا هيبقى بالظبط. إحساس الدنيا عليهم. ايوه، بني ادم زينا بالظبط، وهو ابن ناس زينا بالظبط. احنا يعني ما احناش طالعين من الصفصفة، يعني احنا ناس غلابة برضو زيه. وهو بس الزمن حط عليا انا عشان ما فيش شغل، ما لقاش الا الشغل ديت. ربنا يرزقه يا رب، وارزق كل واحد عشان يجري على بيته وعياله، وارزقه برزق عياله يا رب. يا رب اللهم امين. اللهم امين يا رب. وده فيديو النهاردة عن عمل النظافة، ونشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله، في فيديو جديد وقصة جديدة إن شاء الله. ان شاء الله. حبينا بس نتكلم معاكم عشان المواقف دي بتزعل أيوة، بس. يلا نشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو تاني إن شاء الله. مع ألف سلام. باي باي. باي باي.